محمد ابراهيم باسم اوفسايد، باسم اوفسايد، عشان كده فكر وغير اتجاهه، وقف كده على كورته، لعبها المره دي مفيش تسلل. ايمن وضربه جزاء، وايه ادى ضربه جزاء ما فيهاش فصال، على طول جنب اللعبه بقول ضربه جزاء. امين عمر ما استناش، لكن هنا بقى يبان ايمن، شفتوا ايمن هنا اتحرك ازاي، وادي على طول مستشار مرتضى منصور، مستشار احمد جلال، مجلس اداره نادي الزمالك ومجلس اداره طلائع الجيش، وبقول لحضراتكم في قوه هنا في الدخول على، شوف بقى ايمن هرب ازاي، محمد ابراهيم وقف على كورته شويه، وادي فرانك، لسه بقول لكم فرانك عيبه لعيب كويس، لكن عيبه بيعمل فاولات صعبه جدا. ادي اللعبه تاني من زاويه تانيه، وضربه جزاء لنادي الزمالك في الدقيقه 25. دقيقة 25 ضربة جزاء على فرانك ستيفن، وادي ايمن، لكن ايمن اتحرك كويس، وباسم مرسي على اللعبة، باسم وعماد وامين عمر بيدي التعليمات، داخل باسم وهدف اول، باسم مرسي وهدف اول لنادي الزمالك في الدقيقة 26. باسم مرسي وهدف اول للزمالك من ضربة جزاء في الدقيقة 26، يجعل الزمالك في المقدمة بهدف عليه لا شيء. اعتقد الهدف ده هيغير في شكل المباراة، ودي باسم كده بيتلقى التهنئة من المدير الفني. هنشوف بقى فكر كابتن طارق يحيى بعد الهدف، لكن قلت قبل المباراة عيبه، حطها بهدوء، عيب فرانك ستيفن في اكتر من مباراة لطلائع الجيش انه عنده قوة في الدخول بتفرق معاه كتير جدا، عشان كده يمكن اتطرد قبل كده فرانك ستيفن. باصين ثلاثة توصل